بالنسبه للاستعدادات ديالنا فتمر في اجواء مزيانه. كما عرفنا انه المباراه اللي لعبنا في نيجيريا انه بالنسبه لنا النتيجه ايجابيه، ولكن ما قلت بعد المباراه انه هذه مباراه في مباراتين، يعني انه باقي ما درنا والو. التركيز خاصو يكون كبير، هذا هو اهم حاجه. كاين مساله التركيز، طلعت بانه اللاعبين ديالنا مركزين وحاسين بالمسؤوليه. والمساله الثانيه مساله بدنيه. تعرف هاد لاكوب عندها واحد ما كاينش الوقت، وظن انه العامل البدني غادي يلعب واحد الدور كبير في المباريات اللي جايين، وحتى في المباراه اليوم كان عندنا يوم تزاد عندنا يوم راحه من الظروف اللي عرفها الجميع. حاولنا نستغلوها، دخلنا معسكر والحمد لله اللاعبين واعيين بالمسؤوليه. يعني الظروف مزيانه، وتنتمنى ان شاء الله نكونوا في الموعد. اولا السلام عليكم. بالنسبه للاجواء الحمد لله كدوز في احسن الاحوال الحمد لله. من بعد العوده من نيجيريا درنا حصه لازاله العياء على اساس اننا كنا غادي نلعبوا اليوم، ولكن اقدر الله سبحانه وتعالى سجل الماتش غدا. الحمد لله حنا كنوجدوا به مع السيد المدرب، وان شاء الله نكونوا حاضرين باش نفرحوا الجمهور ديالنا ان شاء الله. الى نتكلم من كما نقولوا من الكرسي كلاعب ماشي كمدرب، الى نتكلم كلاعب والتجربه اللي هذا انه في بحال هاد المباريات سيرتو انه في المباراه الاولى انه يعني انه ما داكشي اللي بغاو باش يجيو هنا يجيو لنا نتيجه مزيانه غادي تغلب على البدنيه. الا انه هذا مساله اللي تقدر تكون في الصالح ديالنا، كما عرفنا ما تظنش انها غادي تكون الاساس اللي غادي تحدد النتيجه. انا اللي اقصد انه العامل البدني هذا، ولكن مع المباريات اللي غادي اظن انه المباراه الثانيه الحين في ظرف تاع 3 ايام يقدر يتغلب عليها الواحد ذاك العامل التقني اللي قصد، وما حيت الكومبيتيسيون غاديه، ما حيت هذاك اللاعب البدني غادي نقول يشد في اللاعبين اكثر. السؤال ديالك بالنسبه لنا واش غادي يكون واحد لافونتاج، يمكن في البابي ان افونتاج، ولكن كنظن الى غادي يكون لافونتاج مهم في النتيجه غادي يكون الفريق اللي كان مركز وقدم اداء مزيان. نجاوبك على السؤال ديالك. حتى حاجه مضمونه، حققنا الفوز في نيجيريا ولكن باقي ما تاهلناش، باقي قدامنا 90 دقيقه خاصنا نكونوا فيها واجدين، نكونوا مركزين باش نحققوا فيها نتيجه الانتصار ولا التعادل باش ندوزوا ان شاء الله. بالنسبه للبطوله احنا فريق الوداد الرياضي دائما كنلعبوا على الالقاب وعارفين شنو كيتسنانا دائما كل عام. هاد البطوله غادي خاصنا نركزوا فيها باش نجيبوها ان شاء الله. لكن هادشي ما كاينش انا فريق الوداد الرياضي كيلعب على الالقاب غادي يربح كلشي، غادي نعطيو فيها الماكسيموم التركيز ديالنا ذهنيا وبدنيا، ونتوكلوا على الله ان شاء الله، واللي بغى الله ديك الساعه اللي تكون هي لازمه ان شاء الله. قلت دابا المباراه لعبناها في نيجيريا، حتى فريق ايمبا عنده مدرب اللي غادي يحل لنا طريقه اللعب ديالنا، حنا كنعملوا نفس الشيء. كنظن انه يقدر يكون سيناريو اخر في المباراه، يقدر يجي فريق ايمبا بطريقه اخرى تلعب. هذاك الشيء كما كنقولوا سي مساله ديالهم. بالنسبه لنا حنا اللي قصدت بها هو ان خصنا نكونوا مستعدين. اللي تلاحظ انه الثقه تتكبر عند اللاعبين ديالي وعند الطريقه اللي بغاو نلعبوا بها. هذا الشيء لاحظناه في البطوله. الكومبيتيسيون انترناسيونال سي ديفيرون. علاش؟ لانه تيجيو ظروف اخرين اللي هذا كما كنقول البدني، السفر وهذا. خاصك تحاول، بالنسبه لي انا كمسؤول اول، انا كنحاول باش نحافظ على اون بالانس، على واحد التوازن ما بين النتيجه والاداء. الهدف ديالنا كما قلت لك في الاول انه يكون الاداء مزيان والنتيجه، وكنتمناو كما قال يحيى انه نفرحوا الجمهور ديالنا. وباقي ما وصلناش، ولكن عازمين 100% باش نوصلوا ان شاء الله. ديالنا اللي خاصني ديما كنشير ليه، لانه هذاك هو القوه ديالنا، هو الدعم ديالنا من بعد الله ورضا الوالدين. الدعم ديالنا هو الجمهور ديالنا، وحنا ما يمكن اللي واش لاحظتوها وكنشوفوا حتى في اللاعبين ديالي هذا
ديك الدفعه اللي تعطينا هنايا وباش هذا باش نفرحوا الناس اللي هذا، لانه جمهور كبير اللي تيدخل التيران كلشي ودادي، كلشي عائله، ونحاول ما امكن حتى حنا نكونوا في المستوى تاع الناس هادو. واش غادي نلعبوا مع الفريق حنا مفروض عندنا كفريق كاكبر فريق بالنسبه لي في افريقيا في المغرب. هذا التاريخ انه ننطلقوا من القوه ديالنا. هذا مفروض علينا، يعني هذا الشيء هو اللي خاصنا نديرو، ولكن بهذا بعقلانيه، بتواضع. التواضع اللي قصدت فيها هو انه الواحد ماشي يقول راه حنا لا نخدموا باقي ما وصلنا والو ونحاولوا نوصلوا لواحد المستوى اللي كبير، ولكن نعرفوا بانه الثقه ديالنا كبيره باش نوصلوا. غادي ندخل نلعبوا غدا، حنا تندخل اي مباراه تلعبوا على الفوز، اي مباراه يعني خاصك تكون مركز، خاصك تكون هذا. وابخي لي سيناريو تاع لي ماتش راه كنشوفوهم صافي على الماتش كيفاش مشى. المساله الثانيه تاع لي بليسيور باقي ما كايناش شي حاجه اللي هذا الحمد لله كلشي مزيان. كاينين لاعب ولا اثنين اللي فيهم واحد الشكوك غادي نقرروا عليهم لا واش يكونوا معنا في المباراه ولا هذا. سولتيني بالطريقه المغربيه، هذا غادي نجاوبك. هذا هو سميتو عندنا الهوني اللي عنده واحد شويه في هذا كما نقولوا شك. ما نقدرش نهضر في هذا الشيء لانه كنخلي هذا الشيء عندي المسؤول عليه الدكتور ديالنا. من بعد غدا غادي توضح لنا المساله وغادي ناخذوا واحد القرار. ديما اللاعبين كلهم اللي معايا في السيليكسيون عندي فيها الثقه ديالهم، كلشي بحال كلشي عندهم، كل واحد عنده الكاليتي ديالو. بيان سور عندنا واحد الاعمده في الفريق، واحد حارس حدايا، كاين لاعب شكران، لاعب بلود، كاين اعمده هذا، ولكن اللاعبين كلهم عندهم نفس. عندنا 4 تاع الواجهات، عندنا كما كنقولوا لا فورم لي بليسيور هذا، يعني كلشي خاصو يكون واجد. انا كنحاول نتاقلم مع المباريات مع حتى لو جون دو كومبيتيسيون. مهدي دخل الماتش اللي لعبناه هنا في البطوله قدم عرض مزيان، يوسف تاوا تيقدم عرض مزيان، ثقه في عندنا في الحراس ديالنا حتى هما. وان شاء الله كل مباراه غادي نماناجي المباراه كيفاش داكشي اللي محتاج. كمدرب على العموم ضمن اي مدرب انه تينطلق كما كنقولوا فلسفته، الطريقه اللي تيفكر فيها. وبالنسبه للهدف الاوليه ديالي هو نكبروا. صافي لي فهاد نكبروا في الطريق انه تتعرف على هذا. ما يمكنش تكبر الا ما عرفتيش لي بوان فور ديالك ولي بوان فيبل ديالك. يعني انا توجور شاك جور كل يوم كناناليزي الفريق ديالي لا في التيران ولا خارج التيران، كنفكر كنشوف شنو اللي يقدر يفيدو. وهذا باسكو كنقول له هو واحد البروجي اللي فليكسي، ماشي زعما جاي في راسي داير هذا وغادي نمشي بواحد الطريق واللي بابا ما باش. لا، عندي واحد لاباس خاصنا نمشيو فيها، ولكن خاصني نمشي في الكاليتي تاعها. على السؤال ديالك انه الفريق ديالي كنحاول نحسن الطريقه بداكشي اللي يعني. وكل ماتش سيرتو في لي كومبيتيسيون تشوفوا فريق في المستوى اللي عنده دابا. كان هنايا نحاول نطلعوا لهنايا. المهم خاصنا نكبروا ديما، لانه ما حد تلعب مع فرق اقوى، ما حتى تستكثر، ما حتى الفريق الاخرين تيكبروا تيضربوا لك في الحساب. يعني خاصك تكون واجد. لحد الان تنظن انه الاحساس ديالنا انه حنا في واحد التصاعدي. كاينين بيان سور دي ماتش اللي تيبقى هكا، ولكن فو ريستيو ريزولتا، لانه ما يمكنش الماتشات كلهم نلعبوا في ذاك الاداء. هذاك هو الهدف ديالنا. ولكن المهم هو الخدمه والوعي بالمسؤوليه والثقه ديالكم ديال الجمهور، وان شاء الله غادي يوصل.